لو انت محروم من ولادك بسبب الطلاق، اسمع الفيديو ده للآخر علشان هتسمع كلام يبسطك. دي سلسلة قانون الأسرة الجديد وده الجزء الرابع، ولو ما كنتش شفت الأجزاء اللي فاتت هسيب لك الرابط بتاعهم تحت في التعليقات. زمان علشان كنت تشوف ولادك كان لازم أمر قضائي، وبموجب الأمر القضائي ده كنت بتشوف أولادك مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 وفي مكان عام، وما كانش حقك إنك تاخد الأولاد وتطلع بره المكان العام ده علشان تشتري لهم كيس شيبسي. دلوقتي وبعد القانون الجديد هيبقى من حقك تشوف ولادك براحتك، وكمان هيباتوا معاك بشرط واحد: التزامك بالنفقة الشهرية. في القانون الجديد هيحق لك إن أولادك يباتوا معاك يومين في الشهر، وممكن المدة دي تزيد في أجازة نص السنة وفي الأجازة الكبيرة وفي الأعياد. وكمان من حقك إن أولادك يروحوا يشوفوا جدهم ويباتوا عنده، وده من باب صلة الرحم. إنما اللي مش من حقك إنك تاخد الأولاد وتسافر بيهم بره، لأن هتلاقي أسماء أولادك مكتوبين في قوائم الممنوعين من السفر. وانت كمستضيف مش من حقك إنك تأخر رد الأطفال للطرف الثاني، لأن كده بتعرض نفسك للمسؤولية القانونية والجنائية. أما بالنسبة للطرف الثاني اللي هو الحاضن، فمش من حقه يرفض الاستضافة، لأنه هيعرض نفسه للمسؤولية الجنائية وممكن تتنقل منه الحضانة. خلاصة الموضوع إن القانون الجديد هدفه مشاركة الوالدين في تربية الطفل، وإن الأب مش مجرد مكنة صراف آلي للفلوس وبس، إنما شريك فعلي في التكوين النفسي للطفل. أنا أحمد أبو بكر، المأذون الشرعي، وده كل اللي أعرفه. السلام عليكم.